يا صباح الخير والصحة، وصباح كل حاجة حلوة كده مفيدة لصحتنا. تعالوا هقول لكم معلومة حلوة في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها. طبعا كل حاجة غليت، كل حاجة ولعت. وحابة اقول لكم شوية الخضرة دول انا جايباهم صدقوني ب10 جنيه من بعد ما كنا بنجيبهم ب2 جنيه. طبعا نشكر ربنا على كل حال، ولكن حابة اقول لكم معلومة حلوة هتفيدكم. احنا كنا بنجيب الخضرة وبننضفها وبنشيل الراس بتاعتها بالشكل دوت ونقطعها، وكنا بناخد الشوية اللي بنقطعهم نرميهم في الزبالة. لا، تعالوا اقول لكم انا بقى على حاجة حلوة مفيدة هتفيدنا بدل ما نرميهم في الزبالة. اوكي، يلا بينا. بص حبايبي، بغسلهم حلو قوي 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 طبعا من الرملة والطينة اللي فيهم بالشكل دوت، وبغسلهم مرة واتنين لحد ما اضمن ان هم اهم بقوا حلوين قوي كده بالظبط. واقوم حطاهم في البراد بكوباية مية على قد اللي هيشرب، بقى كوباية كوبايتين براحتكم. واقوم عطياهم غلوة، بس غلوة حلوة بحيث ان المية تاخد خضار الخضرة الروز. اوكي، ليها قيمة غذائية عالية جدا 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 ومفيدة جدا، وبتغسل الكلى. مية البقدونس او مية الخضرة عموما والشبت والكزبرة دي بتبقى مية مفيدة حلوة قوي 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 للشرب. اوكي، هعمل الخطوة دي وارجع اكمل معاكم. اهو يا حبايبي سبتهم يغلوا بالشكل دوت، شايفين لون المية بقى اخضر ازاي. واقوم احط فيه واصب. لو عندك بقى معلقة عسل نحل تحطيها، عايزة تشربيها كده من غير اي حاجة اوكي. انا حاطة سكر فايه بالشكل ده، هي مصفية نفسها وكل حاجة. حابة اقول لكم انتوا ممكن تقعدوها يوم، يعني اقول لكم ايه، يعني الشوية اللي يبقى منكم خسارة ما نرميهمش، هنسيبهم يبردوا شوية ونقوم حاطينهم في التلاجة وتشربوهم في نفس اليوم، لان المشروب دوت ما ينفعش يتخمر ولا ينفع يتحط في التلاجة لتاني يوم. القيمة الغذائية بتاعته بتبقى وحشة وبتبقى ريحته وحشة قوي قوي لما بيبات لتاني يوم. اوكي، فممكن تشربوه ساقع، ممكن تشربوه سخن، بس في نفس اليوم. ونقلب. وعلى فكرة العروق اللي نزلت دي مش وحشة، ممكن تاكليها عادي وتبلعيها، مش هتبقى وحشة، هتبقى برضو مفيدة بالشكل دوت اهوت. وصحتين وعافية لكل اللي ايه بيشوف الفيديو. ويا ريت نعمل كده لايك وشير علشان اقول لكم كل معلومة حلوة. في معلومات كتيرة قوي صدقوني هنزلها لكم، انا كنت غايبة عنكم بس معلش، ادعوا لي بقى ارجع تاني. وسلام والى اللقاء.